تقرير جديد نشرته صحيفة فاينانشال تايمز قبل أيام يكشف عن منتجع سياحي في البحر الأحمر اسمه سانت ريجيس لا يوجد فيه أي مسجد. تصوروا حتى مراسل الصحيفة استغرب عدم سماعه الأذان وقت الظهيرة رغم أن اليوم كان الجمعة، وعندما سأل عن السبب كان الجواب الذي صدمه: المنطقة ليس فيها مسجد وتم كتم صوت الأذان. للعلم هذا المنتجع ليس صغيرا بل أشبه بالحي الصغير، إذ يضم 90 فيلا كبيرة حسب الموقع الرسمي للسياحة، ومع ذلك لا يوجد فيه ولا مسجد واحد. ولكن هذا ليس الشيء الصادم لوحده. دخلنا الموقع الرسمي للمنتجع وشاهدنا الفيديو الترويجي، مشاهد صادمة جدا: نساء بملابس السباحة يتجولن بحرية، رجال ونساء في جلسات ليلية يشربون ما يبدو خمرا، جلسات مساج مريبة لنساء عاريات، وامرأة تغوص في البحر شبه عارية. أما حساب المنتجع على الإنستغرام فمن يراه يظنه أحد المنتجعات الغربية سيئة السمعة، تغلبه صور النساء العاريات وجلسات صداقات مشبوهة بين الجنسين. أما ما خفي مما لم ينشر أو تلتقطه الكاميرات فأعظم من ذلك بكثير. ابن سلمان يريد تجريد المملكة من شعائر إسلامها بما فيها ركن الصلاة الأعظم وشعيرته الأذان، واستبدالها بمظاهر غربية تعتريها أصوات الموسيقى والغناء الماجن.